اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست يعني ايه لازم. وانا لسه في استوديو زي ما انا، عشان العيال لسه في البيت. فلو انتوا سمعتوا الحلقه اللي فاتت هتعرفوا ان انا جيت استوديو، قررت ان انا اجي استوديو علشان العيال لسه في البيت ومنورين الدنيا طبعا وربنا يخليهم. بس انا مش عارفه اصور والعيال موجودين في البيت لاسباب كلنا اكيد عارفينها، سواء متجوزين او مش متجوزين. فانا جيت استوديو ومش جايه لوحدي، انا جيت بالمخده بتاعتي وفي ثرو هنا، بس هو لونه ما مشيش مع لون الطقم فما حطيتوش. فبس ليه بقى؟ عشان انا كنت عايزه احس ان انا تمام، ان انا لسه زي ما انا في البيت. فجيت بحاجاتي تمام، وانتوا مش غرب بقى دلوقتي. وبرضو تكملة على فكرة ان انتوا مش غرب، فانا معايا الموبايل بتاعي عشان انا الحلقة دي كتبتها على الموبايل، ما كتبتهاش في النوت بوك بتاعتي. ليس فايبي ان انا دحيحة وماسكة النوت بوك وقاعدة بقرا لكم منها وكده. بس قلت تغيير، يعني قلت تغيير سنس ان انا مش بحفظ حاجة وبرتجل زي ما انا معاكم غالبا. يعني اللي انا ببقى كاتباه ببقى يعني بتبقى نوتس، وبقول حاجات غيرها خالص والقهوة تتكب عليا. وفي الاخر انا بحس بقى ان المفروض ان انا النص اللي انا كاتباه دي اعمل منها كتاب، لان انا بعرف اكتب سكريبتات حلوه قوي بس ما مشيش عليها خالص. فده ادعى ان انا اعمل كتاب في يوم من الايام، يمكن الله اعلم. حلقه النهارده يا جماعه على موضوع قريب 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 الى قلبي بشكل لا يتخيله عقل. والموضوع ده الحلقه دي يعني ديسكليمر من اول، هي للستات بس، فلو بتسمعني راجل يا تبعتها لمراتك يا تقفل الحلقه لو انت مش متجوز، عشان الحلقه دي بس للستات. الحلقه دي بعنوان يعني ايه لازم ابقى سترونج اندبندنت وومن. ايوه، تعالي بقى نقعد ونتكلم في الموضوع المهم ده، عشان ده موضوع مهم جدا. والكلام ده انا هعمل الحلقه دي عشان انا نفسي اتفرج على الحلقه دي ليتر ان شاء الله، ان شاء الله، لان هي حلقه مهمه جدا. ومش هحرق لك انا ليه مسمياها بين قوسين هنومه، عشان انت هتعرفي لوحدك. تمام، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كم مره عزيزتي، تعالي نسميكي حنان، كم مره عزيزتي حنان غيرتي انبوبه البوتاجاز في البيت عشان طلبتي من جوزك يغيرها 18 مره وما غيرهاش، قمتي غيرتيها لوحدك؟ كم مرة صلحتي ضرفة في دولاب الولاد عشان ما قدرتيش تستني جوزك يعمل كده؟ كم مرة طلبتي من بنتك ان هي تنظف الحوض او تنظف الرخامة بتاعة المطبخ، وعشان هي عكعكة التنظيف وعشان هي ما عملتش بالستاندردز بتاعتك يا حنان، قمتي انتي نظفتي مكانها. فالبنت بطلت تقولك انا عايزة انظف، وانتي بطلتي تطلبي منها اصلا، عشان رخامة المطبخ لو ما اتنضفتش بالطريقة اللي على مزاجك يبقى بلاها. كم مرة بقى بعد ما غيرتي الأنبوبة وغيرتي وركبتي ضرفة اللي في الدولاب وقمتي عملتي المطبخ وقمتي صلحتي عربيتك لوحدك، ها، علشان ما استنيتيش جوزك يخلص ويصلحها هو، قمت انتي روحتي المكان بتاع العربيات وصلحتي عربيتك لوحدك؟ ها، كم مرة بقى بعد ما عملتي كل الكلام ده 14 مرة وقفتي بقى في نص الصالة في يوم من الأيام وقلتي أنا محدش بيساعدني، أنا بعمل كل حاجة لوحدي؟ وما تنكريش إن أنتي في الطبيعي، يعني الطبيعي بتاعك، هي الفكرة دي هي الوحيدة اللي مسيطرة على تفكيرك. هي بس بتبقى محتاجة شوية evidence، واحد في التاني في التالت في الرابع بيحصلوا على مدار اليوم علشان تيجي في يوم من الأيام، وده بيبقى مش في يوم من الأيام، ده بيبقى كل يومين ثلاثة، تقفي تمسكي العيال تشطفيهم وتمسكي جوزك تشطفيه وتقولي له أنا بعمل كل حاجة لوحدي ومفيش حد بيساعدني. بس هي الحقيقة يا حنان يا حبيبتي، م? إن أنتي فعلا بتعملي كل حاجة لوحدك، يعني دي حقيقة. يعني لو هنتكلم دلوقتي في فاكت، وانتي فعلا بتعملي كل حاجة لوحدك، بس مش عشان مفيش حد بيساعدك يا حنان، لا لا لا، عشان انتي ما اتعلمتيش فن طلب المساعدة. ايوه ايوه زي ما بقولك كده. قبل ما ادخل يا عزيزتي يا حنان يا حبيبتي في الحل وهنعمل ايه بقى والكلام ده وكل الكلام ده، انا عايزه ادردش معاكي في نقطه اهم من دي. يعني هو احنا ليه بنعمل كده؟ ليه احنا يا جماعه السترونج اندبندنت وومن؟ وانا بقول احنا علشان جس وات،
انا زيك بالظبط. يعني هو مفيش حد فينا احسن من التاني بالظبط. ليه بقى انا بعمل كده؟ انا كبرت في بيت كنت فيه الكبيره، فتلقائيا شلت المسؤوليه. كنت اكبر واحده في اخواتي، فكنت ام تانية تقريبا للعيال، يعني كنت ام تانية لاخواتي تقريبا. بابا رباني ان الست المستقله هي اللي ما تحتاجش حد، هي اللي ما بتحتاجش لاي حد. ليه بابا عمل معايا كده؟ في محاوله منه ان هو يجنبني الاهوال اللي كانت بتعاني منها الستات في قديم الازل، في ايام ستو والكلام ده كله. الست اللي كانت لما ما بتتعلمش وما بتشتغلش وما بتبقاش مستقله ماديا وعندها من الشهاده والاموال ما يسبورتر لوحدها، كان جوزها بيمن عليها باللقمه اللي بيديها لها، وكان لما يتجوز عليها ولو هي مش عاجبها ومش مبسوطه باب السلامه، ومش بتفكر بقى هي عيالها هيتعلموا منين، هي بتفكر هتاكل امتى العشاء، يعني اخر اليوم هناكل ازاي. فكل ابهاتنا عملوا معانا كده علشان هم بيحبونا وعشان هم شايفين ان ده صح، ومحدش قال ان ده مش صح. طيب اتعلمت احسن تعليم، اهلي استثمروا جدا في تعليمي، وانا من يعني انا من صغري اتعلمت ان انا ما اعتمدش على اي حد من نفسي، على غير نفسي. فده الصراحه، يعني هو ده الصراحه ادى ان انا يبقى عندي صفات حلوه جدا جدا، وهي ان انا شايفه ان انا الكونتريبيوتور الاول والاخير في نجاحي. يعني فده اللي خلاني ان انا فعلا، يعني انا ما بحطش مثلا اللوم على حد في حاجه وحشه انا عملتها. شايفه ان انا تطوري في بيتي، تطوري في شغلي، تطوري في ماي ديفلوبمنت بشكل عام، هو انا السول كونتريبيوتور ليه. فده اللي خلاني طموحه جدا الحمد لله. ده اللي خلاني شايفه انه انا افضل طول الوقت احسن في البروسيس عشان احسن في الاوتكم، وعشان لا يعني هو الموضوع ده انا شايفه ان هو بعد ربنا، بعد توفيق ربنا، هو السبب الاساسي في نجاحنا اصلا بشكل عام. يعني احنا جماعه سترونج اندبندنت هو ده السبب الاساسي في ان احنا اصلا ناجحين وشاطرين وعندنا المينتاليتي دي. بس السم في العسل. ليه بقى؟ لان هو التفكير بالطريقه دي لفتره طويله جدا بيحسسك ان انت لو ما قدرتيش تعملي حاجه ما بتبقى كارثه سودا. ليه بقى تبقى كارثه سودا؟ هو محور من 4 محاور. اول حاجه، انا بنسى ان انا بني ادم طبيعي ممكن يغلط عادي، وفي حاجات ممكن جدا ما اعرفش اعملها. انا بفضل طول الوقت حاطه على مسؤوليتي وحاطه على عاتقي مسؤوليه ان انا اتعلم كل حاجه، وكاني عايشه لوحدي، وكاني مفيش ناس حواليا اصلا ربنا سخرهم وحطهم في حياتي عشان يساعدوني. لا انا جامده، انا 7 رجاله في بعض، انا ما اقدر اعمل كل حاجه، انا جامده، وبنتفاخر بده في اي حاجه احنا بنعملها. تاني حاجه، لو ما قدرتش ابقى فاشله، ابقى incompetent، ابقى انا كصورتي قدام نفسي ان انا incompetent، غير قادره. تالت حاجه، من كتر ما انا تربو وسريعه ومنجزه وكومبتنت وجامده و7 رجاله في بعض و7 البرومبا في زمانه اللي ما حصلش واللي ما جراش، ده اللي خلى اللي حواليا يبقوا كسله. ما عندنا واحده بتعمل كل حاجه، ما اعمل انا ليه؟ ما هي ماما بتقوم تعمل كل حاجه، ماما تاكسي، وماما بتودينا تمارين، ماما بتذاكر لنا، ماما بتعمل الاكل، ماما ما اعرفش ايه. ماما لو جابت حد يساعدها تبقى ماما ما تقدرش، يعني هي ماما اصلا ما بترضاش تجيب حد يساعدها. ماما اصلا ما بتحبش حد، لان حد يساعدها ده معناه ان هي فشلت في التاسك دي. وازاي ماما تفشل؟ دي ماما دي جامده الجامدين. فبالتالي اعمل ليه لما يبقى حد بيعمل مكاني؟ يعني اقسم بالله الناس دي بتعيش على الناس دي، بتعيش على قفا الناس دي. تمام. ورابع حاجه، ودي حاجه مهمه جدا 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 وبتمس عندي وتر جامد، لان انا بحس ان هي اهمهم، ان البني ادم اللي بيفضل طول الوقت ياتشيف جزره ورا جزره ورا جزره ورا جزره، بيوصل لقطه ان هو بيربط قيمته بالاتشيفمنت. فانا غير انا مش فاليبل
انا مش ما عنديش قيمه لو ما عملتش ده. فبالتالي انا لو ارتحت يبقى انا ما عنديش لازمه في الحياه. لو انا خليت حد غيري يعمل يبقى انا فاشل، يبقى انا بربط قيمتي باللي بعمله. انا مش نور اللي لو ما عملتش حاجه تستاهل تتحب برضو، تستاهل تتشال على الراس، تستاهل تتدلع. لا انا ما استاهلش لا اتدلع ولا انا لازم ادفع بلقمتي. لازم اعمل عشان اتقدر. طب ما انت ممكن ما تعمليش حاجه وتتقدري برضو. لا انا مش شايفه ان انا ليا لازمه لو ما عملتش، ودي كارثه، ودي كارثه. لو انت سترونج اندبندنت وومن بمفهوم الميلينيالز اللي هو انا وانتي وكلنا يعني، هتبقي اكيد بتعملي حاجه من الاربعه دول. تمام، ان ما كنتيش بتعمليهم كلهم. المؤذي بقى في السيناريوهات دي، انت لو ما خسرتيش نفسك هتخسري اللي حواليكي. لو ما خسرتيش حواليكي هتخسري نفسك. فاحنا بنتبادل. يا جماعه انا كلمه والله العظيم سترونج اندبندنت دي بتضايقني جدا، والله العظيم بتضايقني. يعني انا بحس ان انا اصلا كوني ست، ان ربنا خلقني ست، دي مسؤوليه كبيره. اصلا انا ربنا خلقني ست وكلفني بمسؤوليه الحمل والخلفه واعتناء بالاطفال، ويعني شئنا ام ابينا مسؤوليه تربيه العيال والحاجات دي كلها يعني بنسبه كبيره جدا بتبقى الست هي المسؤوله فيها. و it's a responsibility، وقرارات التربيه وهنعمل ايه. فانا كل ده اتعلمت واشتغلت عشان ابقى well equipped وابقى مهيئه اكتر للمسؤوليه اللي ربنا ادهاني. فانا اتعلمت وبشتغل، فده sharpen my skills اكتر، فخلاني المفروض ان انا اعرف اقوم بمسؤولياتي بشكل احسن. اجي انا بقى بكل غباوه اقول اللي حواليا لما يجوا يساعدوني شكرا مش عايزه. فربنا لما خلقني ست اداني مميزات، يعني هو ادانا باكج كده ليها مميزات. المميزات دي ان اللي حواليها مسخرين ان هم يساعدوها، المفروض ان هم يساعدوها. ما انت ست بقى. لا انا جامده جدا، انا مش عايزه اي حد يساعدني. بس كده والله العظيم. هنا كرد فعل طبيعي هتقولي لي يا نور ما انا بطلب يا حبيبتي المساعده، ما انا بقول لهم ساعدوني. يعني بطلب بدل المره 1000 15000، ولو انت ام زيي بتشتغل فانت اكيد انت ماشيه بتطلبي بس اصلا. فهنا اقول لك يا حبيبه قلبي ان اللي بيحصل، ان فاكره لما انا قلت لك في اول الحلقه انت ما بتطلبيش المساعده يا حبيبتي. هو اللي بيحصل هو انت مفيش حد بيساعدك علشان انت ما تعلمتيش ازاي تطلبي المساعده. والله لان اصل المساعده مش هتيجي لما اقول قوم ساعدني، قوم يا جحش ساعدني. لا ما هو مش هيقوم هو عشان يساعدك بالطريقه دي. في طريقه، في فن في الموضوع. تمام. وده اللي يا عزيزتي يا حبيبتي هيخلينا ننتقل للجزء اللي بعديه. انا اسفلك جدا والله، واسفل نفسي قبل منك، ان جزء مهم جدا من تكويننا كستات في اوبشن كده احنا للاسف مش بنستخدمه. احنا جماعه السترونج اندبندنت وومن احنا مش بنستخدم الجزء ده، الا وهو الدهاء. والله يعني انت سمعتيني صح. اكيد في حياتك في هنومه. هنومه دي، يعني هنومه دي مين بقى؟ هنومه دي الست اللي بتستنى جوزها لما بيرجع اخر اليوم وتبقى لابسه ومتشيكه وقمر كده في نفسها. بتعرف تتكلم ازاي، بتعرف تتكلم امتى، بتعرف تطلب ازاي، تدي لجوزها برطمان المربى يفتحه حتى وهي بتشيل حديد في الجيم. هي بتدي لجوزها البرطمان بتاع المربى عشان يفتحه، وبتقول له عاش وبرافو ان انت جامد جدا. ليه هنومه صعب؟ يعني هو ليه بقى هنومه صعب علينا؟ هنومه صعب عشان احنا مفرهدين. هنومه صعب علشان ما بين شغل لتمارين لفولترين بيدهن اخر اليوم لبروتين تارجت لازم نوصل له لحاجات كتيره قوي. يعني هنومه صعب علشان احنا بنعرف نعمل كل حاجه. وفي مسكونسبشن كده ان هنومه دي عويله اللي مش عارف ان هي ما بتعرفش تعمل حاجه. يعني اصلا هي واحده ما اتعلمتش وما اشتغلتش وما عندهاش نفس السكيلز اللي عندنا ومعرفش ايه. بس جس وات، هنومه دي ممكن تكون بتعرف زيه وزيك عادي جدا، ممكن تكون متعلمه زيه وزيك عادي جدا، بتعرف تعمل كل حاجه زيه وزيك، بس هي اختارت ما تعملش. بالظبط، هي اختارت ما تعملش. هي اختارت ان هي تقعد، اختارت ان هي
تامباور الناس اللي حواليها ان هم يساعدوها، فبقوا هم اللي عايزين يساعدوها. اختارت ان هي بالطريقة والاسلوب والحنية والهدوء، اختارت ان هي تصبر لما تكون عايزة حاجة، ما تقومش تهب تنط تعملها. اختارت تعرف ان هي ربنا خلقها في الدنيا دي معززة، يعني هو ربنا خلق لها جوزها، خلق لها اولادها، خلق لها صحابها، خلق لها الناس، وكل واحد له واجبات وله حقوق. اختارت تخلي الناس يبرفورم في حياتها، عارفة ان هي لو هي قامت وعملت كل حاجة بايديها ده يخليها تأثر في اساسيات، عارفة ان هي لو عملت ده هتفضل طول الوقت متعصبة، طول الوقت تعبانة، طول الوقت مفرهدة. اختارت ان الانبوبة لما تبقى فاضية تصبر. النهاردة الانبوبة فاضية، انا مش عارفة اعمل اكل، بتكلم جوزها تقوله ان الانبوبة فاضية، انا مش عارفة اعمل اكل. فجوزها عارف دلوقتي، يعني جوزها وصلت له المعلومة ان الانبوبة فاضية. سترونج اندبندنت هتستنى، هتديله مهلة لحد اخر اليوم، لحد صلاة المغرب. ما قامش بقى هو غير الانبوبة لحد صلاة المغرب، هتقوم هي باستخدام بقى العضلات اللي بتعمليها في الجيم، تقوم بقى هي تقلب الانبوبة، تنزل تجيب انبوبة، تطلب انبوبة من السوبر بقى. هنوة بتعمل ايه؟ خلاص هي ادت له الجوب، هي ادت له التاسك، خلاص الموضوع بقى عنده. تمام. بتفكروا بكل اريحيه، بكل هدوء، بكل انوثه بقى، وتقعد بقى هنومه تفكروا والله عمل الموضوع، عمل وما عملش، وطبيعي مش هيبقى عندنا حاجه نطبخ بيها، فهيجوب هم يجيب لها اكل اخر اليوم، يجيب لها اكل اليوم اللي بعده. هتقوم بقى هي تتشقلب. ليه تتشقلب؟ ما هو خلاص الجوب ما بقتش عندها. بنفكر بالراحه، مش عارفه ايه، ما حصلش اكشن وجوزها ما عرفش ان في emergency هنا، بيكون في توابع للموضوع. توابع ان مفيش انبوبه، مفيش اكل، مفيش انبوبه، مفيش عشاء اخر اليوم، في ان هو هيضطر يجيب اكل وهو جاي، في بس احنا ما بنقدرش نصبر. تمام. هل ده بقى حصل فجأة؟ يعني هل هنومة اتولدت بالمواهب دي والسكيلز دي؟ عشان ممكن جدا حد يقولك في ناس ربنا خلقهم عندهم الصبر وعندهم الحكمة وعندهم المعرفش ايه، وفي ناس لأ. انا واحدة من الناس، ده ممكن يكون حاجة بفكر فيها بس. يعني انا واحدة ما بعرفش اصبر من ساعة ما كنت عيلة صغيرة، ما بعرفش اصبر، انا ما اتولدتش كده، يعني ما اعرفش ابقى هنومه يا جماعه، هيجيلي شلل. يعني اقسم بالله انا بقى عندي واحده صاحبتي هي عارفه نفسها، ولما تسمع انت عارفه نفسك، بتكلمني في التليفون بتقول لي اعملي كذا مثلا، جوزك لازم مش عارفه تعملي كذا، مش عارفه ايه، لازم مش عارفه ايه. انا ضغطي بيرفع وانا على التليفون، يعني انا بحس بسخونيه في مخي لمجرد بس ان انا بسمع الكلام. فتخيلوا لما اعمله، ما اتس نوت من ماي سيت اب. بس بعمل ايه بقى؟ هالنومه ده ما حصلش فجاه. هالنومه دي حاولت واحدة واحدة، صبرت واحدة واحدة. هتلاقيها زي كده، زي البيبي كده لما كان بيحبي وبعد كده قام وبعد كده بقى بيجري بقى ده في الهدوء، في الهداوة كده، واحدة واحدة. وصبرت وقعدت تدعي ربنا واحتسبت وكل الكلام ده، وهدوء. ما عندهاش ايه قلة الصبر اللي عندنا. جوزها اكيد قفش 14 مليون مرة قبل كده، يعني هي بس هي عرفت تهندل مرة، في التانية، في التالتة، لحد ما ايه، تدايلين. ما حكمتش عليه من اول مره وقامت هي نطت في البيت. ما هو جوزها لما يلاقيها بتعرف تعمل كل حاجه وشومخر مش هيعمل حاجه، بعد كده هترجع تعيط ان هو ما بيعملش. ما هي انت اللي خليتيه يا حبيبتي ما يعملش، يعني انت اصلا اللي خليتيه يا عزيزتي يا حبيبتي ما بيعملش. يعني هو عارف ان في شومخر في البيت. تمام. هنومه فاكره ان يعني هي مش رابطه قيمتها بالحاجه، هي عارفه ان هي متعززه، هي عارفه ان هي محبوبه، هي عارفه ان هي قيمه كبيره. قيمتها مش بالانبوبه اللي تتغير، قيمتها مش بالضرفه اللي هتتصلح، قيمتها مش في العربيه. هي عارفه ان هي لو ما عملتش حاجه هي محبوبه، هي تستاهل ان هي تتحب وتتقدر وتتشال على الراس لو ما عملتش اي حاجه. هي عارفه ان الست ربنا خلقها عشان تتدلع وعشان تتشال وعشان خاطر تتهنن، مش عشان تتبهدل، مش عشان تقف تزعق 24 ساعه في قلب الصلاه عشان ما حدش بيساعدها. هي عارفه ان ده الرول الطبيعي بتاعها. تمام. هي عارفه ان هي ربنا طلب منها ان هي تستخدم عقلها، وده والله العظيم مش سهل. انا عارفه ان ده مش سهل، وانا زيك وعارفه، بس عزايا وعزاكي ان احنا نبقى عارفين ان هنومه ده اللي فيه الراحه، يعني ان ده الصح. يمكن ما نعرفش نكون هنومه 100%، يعني احنا يمكن ما نعرفش نكون، بس على الاقل
نحاول واحدة واحدة، على الأقل إن إحنا نصبر على الصفات اللي مش عجبانا في الناس اللي بنحبهم، على الأقل إن إحنا نبقى عارفين إن ده at the end of the line. يمكن النهاردة معرفش أعمل ده، يمكن لو عملت ده بنسبة 10%، عملت ده 20%، عملت ده بس أبقى عارفة إن ده اللي ربنا قال لي عليه عشان أرتاح، وعارفة إن كلامي ممكن جدا ما يبقاش براكتيكال، بس أنا زيكم بالظبط. في أيام بعرف أكون الشخصية دي جدا، في أيام مش بعرف أكونها خالص، في أيام بتبقى هي in my mind بس أنا مش قادرة أكونها، لأن لو اتعودنا طول الوقت إن إحنا نعمل حاجة صعب جدا إن إحنا نيجي نغيرها، صعب جدا النهاردة أنا أقول أغيرها. بس إمتى التغيير يكون سهل؟ التغيير يكون سهل لما أبقى عارفة أنا بعمل ده ليه. فسيبك من الاند ريزلت، اقعدي كده مع نفسك وشوفي انا بعمل ده ليه الكنترول، احساسي ان انا عايزه اسيطر على كل حاجه مهم بالنسبه لي. ليه انا لو كل حاجه ما كانتش بيرفكت واب تو ذا ستاندردز بحس ان انا فاشله. ليه ببقى محتاجه طول اليوم ان انا كل حاجه تبقى بيرفكت حواليا. كل واحده فينا بقى تبقى حسب her own reasons، هي بتفكر ازاي، هي ايه اللي حصل في طفولتها وتكوينها وهي طالعه خلاها تتخيل ده. مهم جدا ان انت تبقي فاهمه انت ليه بتعملي كده، لان ده اهم من انا هغير النهارده وهغير العالم النهارده هبقى هنومه بقى في البيت. لا، مهم جدا انت تفهمي اصلا ليه اصلا انا بعمل ده. هل انا بعمل ده عشان انا شلت المسؤوليه فتره طويله مثلا؟ هل انا بعمل ده لان الكنترول بيحسسني بالامان؟ طب هل انا بعمل ده علشان انا لو ما عملتش كل حاجه مش هحس ان انا ليا قيمه، مش هحس ان انا فالي، انا مش شايفه ان انا ما اتحبش غير لو اديت، شايفه ان انا ولادي مش هيشوفوني ام كويسه لو انا ما عملتش. فمهم جدا ان انت تفهمي الروت كوز، عشان الروت كوز بالنسبه لك غير الروت كوز بالنسبه لي. ولازم تفهمي اجن، انا برضو ضد الموضوع ده، ان السوشيال ميديا بتطلع لنا ان الفيمينينيتي والانوثه والمعرفش ايه هي الميك اب، سكين كير، اللبس اللي شكله معين، معرفش ايه، ان انت تبقي هاديه ودايما ما تتكلميش خالص وصوتك يبقى واطي، وفي حاجات معينه تعمليها وحاجات ما تعمليها. لا، مش حاجه اسمها كده. هالنومه بتاعتك انت ليفل المعين، خلينا نسميها هالنومه اللي ممكن انت توصلي لها غير هالنومه اللي انا ممكن اوصل لها، غير اللي ممكن غيري يوصل لها. بس الاكيد هو ان انت تبقي فاهمه ومستوعبه فكره ان احنا ربنا خلقنا في ايكو سيستم. احنا مش المفروض ان احنا نعيش لوحدنا، مش المفروض ان احنا نعمل كل حاجه لوحدنا. المفروض ان انت تستخدمي المميزات اللي ربنا خلقك بيها، وتستخدمي ال الخدمات اللي حواليكي وانت فاهمه ان انت 100% هتلاقي عليه حواليكي حاجات انت ممكن تكوني مش بتستخدميها عشان انت عايزه تعملي كل حاجه، بيرفكت، متعصبه طول الوقت عشان انت اي حاجه بتتعمل بالمستوى اللي بتعمل بيه مش موافقه بيها، وعشان 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 في الاخر اتمنى لو الحلقه دي انا سبتك بحاجه فيها هتبقى ان انت محتاجه تطمني ان انت كفايه، من غير ما تبقي سترونج ولا اندبندنت ولا اي حاجه. احنا ربنا خلقنا مع بعض، ما خلقناش لوحدنا، عشان نسند بعض وعشان نتعلم من بعض. وزي ما بنبذل مجهود ذهني كبير في الشغل ومع الناس بره، الاولى ان احنا نعمله مع اهل بيتنا، نعمله مع الناس اللي قريبين مننا، اللي استثمارنا فيهم هنلاقيه لما نكبر. فلو لقيتي نفسك انتي بيشنت اكتر مع الناس، او عندك صبر اكتر مع الناس في الشغل بس ما عندكيش نفس الصبر في البيت، لو لقيتي نفسك بتعرفي تعملي ده مع التيم، بتعرفي تعملي ده مع الناس اللي في الشغل اكتر من ما بتعمليه في البيت، يبقى احنا محتاجين ريدايركشن. لان هم دول الناس اللي اهل بيتك، هم دول اللي محتاجين استثمار، هم دول اللي محتاجين صبر. لو انت بتشتغلي في شركة وعندك حد في التيم بيعمل حاجة مش على مزاجك، انت هتلاقي نفسك بتصبري، ما انت لازم تعلميه.
ليه ما بتعمليش نفس الحاجة في البيت؟ ما في البيت هتصبري، هيتعلم، هيبقى كويس، هيشيلك، هيسندك، وده مش معناه ان ضعف، ده اللي اصلا التكوين الطبيعي اللي ربنا خلقنا عليه. انا نور، واتمنى تكون الحلقة دي حطت شوية نور على حتة زي ما هي مهمة بالنسبة لكم هي مهمة بالنسبة لي، واتمنى تكون في حياتكم هنومة او مثال لهنومة، حد تتعلموا منه وحد تبصوا هو بيعمل ده ازاي، علشان ده مهم جدا 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 جدا. اشوفكم الحلقة الجاية.